هنطور سونيك في شكله في هيئة سونيك الأنثى في GTA 5. كل الستات في عالم سونيك خطفوا الرجالة وما فيش حد قادر يوقفهم، وحنحتاج نلاقي الزمردات الوردية عشان نطور شكلنا كسونيك الأنثى لأقوى شكل. هل هنقدر نحقق المساواة؟ يلا بينا. ياه قد إيه الموضوع ممتع وإحنا بنخطط مع العيال. بقينا حتى أصحاب مع ميتال سونيك. من ساعة ما بطلنا نعزم البنات خططنا بقت أحلى بكتير. اللي مش فاهمه هو ليه شادو ما قدرش يجي النهاردة. بس يلا هجرب زي الزحلقة واشوف هختار أنهي واحدة. أكيد كل العيال مستنيني تحت. يلا بينا. هختار دي. أوه ده جامد قوي. أوه ده هيبقى نطة كبيرة. أيوة. واو يا سلام على المتعة. مع إني مش بعرف أعوم لازم أسرع وأطلع من هنا. يا ربي شوية كمان. وأخيراً ده. دول البنات. واستنى يا شادو، إيه اللي بيحصل هنا؟ ايه يا سونيك، كنت فاكر ان الولاد هيتبسطوا من غيرنا. استنى لحظة يا شادو، ليه بقيت بنت مع إنك كنت ولد قبل كده؟ عشان استخدمت قوة الزمردات الوردية. الزمردات بتاعة البنات. ايوه، وبفضل كده قالت لنا انكم كنتوا بتتكسقوا ورانا ودلوقتي هننتقم. ايوه، خطتنا اننا نقبض على كل الولاد ونعمل عالم كله ستات. انتوا خلاص ما بقيتوش مفيدين لينا في اي حاجة. ايه استني، احنا بس اتقابلنا مرتين من غيركم، يعني مش لدرجة اننا نغزو العالم كله. اسكت يا غبي، انتوا اتقابلتوا من غيرنا ودلوقتي هتدفعوا الثمن. مش كنتوا عايزين تبقوا مع بعض؟ خلاص هتكونوا مع بعض في السجن. ايوه، احنا البنات احسن منكم بكتير، عشان كده هنخلص عليكم كلكم. يحيى تراث البنات. ايه ده يا كريم؟ ايه اللي حصل لصوتك؟ اسكت يا سونيك، احنا خلاص قبضنا على الكل. انت هتكون اللي بعده، الا لو حابب تنضم لينا. لو بقيت بنت هتكون مرحب بيك وسطينا. يعني لو بقيت بنت هتكون مرحب بيا. ده اداني فكرة ازاي ارجع الولاد وانقذ العالم. طيب يا غبي، لما تحتاج حاجة مننا تعال شوفنا. في الاخر انت الراجل الوحيد اللي باقي في الكوكب كله. انا ممكن اديك زمرد وردي لو عايز يا سونيك، بس كل حاجة ليها تمن. ماشي تمام. اظن اني هتحول لبنت عشان ابقى واحدة منكم ومش هخونكوا خالص. طيب تعال معايا يا سونيك، نشوف اذا كنت تستحق زمردة كويسة ولا لا يا شاب. بس قبل كده خد الزمردة دي، دلوقتي تقدر تبدأ تحولك، او بمعنى اصح انتقالك. تمام، لو لازم ابقى بنت عشان انقذ العالم هعمل كده. يلا يا زمردة وردي، اديني قوتك كأنثى. يا سلام، الموضوع نجح. دلوقتي بقيت أخف، لوني اتغير، حاسس إني بقيت أكتر زي الستات. يلا يا كريم، محتاج زمرد أكتر، عايز أعمل انتقالي بالكامل. خلاص مفيش كلام تاني، تعال هنا هتتبسط جامد يا صاحبي. وتمام، احنا هنا دلوقتي يا سونيك. اظن اسمك كبنت هيبقى سونيكا، ايه رأيك؟ تمام، عاجبني الاسم. بس ممكن تقول لي فين الزمردة لو سمحت؟ ايوه طبعا، الزمردة. لو عايز الزمردة الوردية بكل القوة الأنثوية لازم تعدي من خلال المسار ده والزخلجة دي، عشان بعدين محدش يقول ان البنات ما بيعرفوش ينبسطوا. اول ما توصل للنهاية هتاخد مكافئتك وهتقدري تبقي ست اكتر من اللي انت عليه دلوقتي. تمام، وساعتها بالقوة دي هقدر أحرر تايلز وأبدأ الثورة عشان أنقذ العالم إيه؟ أنت قلت حاجة عن ثورة؟ لا، أنا قلت دورة، عندي دورة شهرية. ياه قد إيه بتوجعني. ياه فعلا، الدورة الشهرية فظيعة، دي واحدة من أسوأ الحاجات اللي بنعدي بيها احنا الستات. يلا اعمل الاختبار يا غبي، قصدي يا غبية، قصدي يا مش عارف أقول إيه. طبعا هعملها. يلا أنا جاي. باخد دفعة، لازم أنزل كويس، ما ينفعش أغلط وإلا هخسر الزمردة. أيوة، يا خدت خبطة جامدة قوي. بس خلاص، لازم أعدي الاختبار ده بأسرع وقت ممكن. رحنا زحاليق كتير مع بعض قبل ما نقابل البنات، فعارف تقريبا إزاي أتحرك في مسارات زي دي. دلوقتي هكمل من هنا، ثانية واحدة. إيه اللي بيخليهم يرموا مكانات بيع؟ البنات دول مجانين. يلا أهو كده، نطة حلوة أوه الكور جاية، لازم أستنى عشان ما يخبطونيش. ودلوقتي هو ده الوقت. يلا أيوة تمام، من الجنبين مفيش حاجة جاية، يعني أقدر أكمل حتى لو في قرش بيظهر ويختفي. تمام، أول ما يختفي هبدأ أجري. أيوة
ودلوقتي لازم أخد بالي من الجذوع دي. أكيد إن استنى، لا مش دلوقتي. دلوقتي أيوة، بنط فوقه. يلا يلا يلا، وده كمان هننط فوقيه. دلوقتي خلي بالك، هننط فوق الجذوع. أيوة أيوة تمام. من هنا من الجنبين مفيش حاجة بتقع، مع إن إيه ده؟ هما بيرموا عربيات ليه؟ دول مجانين خالص. تمام، لازم أستنى لما الحاجة دي تظهر. أهو ظهر. يا نهار، خبطت فيه كده، ما ينفعش دلوقتي، مع إن أوه العربيات جاية، مش كويس أعدي دلوقتي. يا ساتر، دول دماغهم بايظة خالص. دلوقتي أطلع ولا لأ؟ العربية جاية. يلا بسرعة بسرعة. أيوة بالعافية عديت. تمام، أنا ماشي كويس قوي في المضمار لحد دلوقتي، مرلطش. يلا نطة صغيرة وأنا وصلت. دلوقتي الحاجة دي بتظهر وتختفي. البنات بيحطوا اختبارات غريبة قوي. تمام، لازم أنط على الأخضر، بعدين أستنى وأعدي على الأصفر. تمام، يلا بينا. دلوقتي هيطلع الأصفر. ممتاز ممتاز، بجري ووصلت. تمام بالظبط، بيترفع كده وبعدي. تمام، أنا ماشي كويس جدا. دلوقتي ده أسهل شوية. كل اللي بيحصل إن الأنبوبة الزرقاء دي بتظهر وتختفي، بس بتعمل كده بسرعة جدا. 1 2، هبدأ أجري دلوقتي. يلا مكمل جاري ولسه عندي وقت. أيوة، وأنا خلاص قربت أوصل للزمردة. المشكلة إن في عدد كبير من القوارب بينزل فوقي. لو ما كنتش سريع القوارب دي هتخبطني. أوه جايين. تمام، دلوقتي شكلهم بيقعوا. دول حالتهم أسوأ، وبقى عندي فرصة. يلا قبل ما القوارب توصل. أيوة، زمردة، اديني قوتك الأنثوية. يلا بسرعة، من دلوقتي عندك بس 20 ثانية علشان تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تحسن شكل سونيك البنت. وكمان لو كتبت في التعليقات كلمة سونيك البنت أو سونيكا هتلاقي حبيبة، ولو انت بنت هتلاقي حبيب، ولو مش أي واحدة فيهم هتكون سعيد طول حياتك. معرفش، بس اكتب تعليق بسرعة قبل الوقت ما يخلص. أوه نعم، إيه ده؟ أنا بدأت أتحول. إيدي البنت بدأت تظهر، وفي نفس الوقت إيدي الراجل بتختفي. الموضوع بيبقى أغرب كل شوية، بس أنا عملتها. بص يا كاري، أنا حصلت على الزمردة وبدأت أتحول فعلا. ده شيء غريب، عندي دراعات جديدة. أيوة، دول دراعات البنت اللي بتطلع لك. دلوقتي دراعات الراجل هتختفي وكل حاجة هتبقى تمام. ما تقلقش، الزمردة الجاية هتبقى عند راش. روح شوفها وشوف هتديك اختبارات ايه. شكرا جدا على مساعدتك يا كريم، من غيرك ما كنتش هقدر أعمل كده. وخد دي كمان. أيوة، بدأت ثورة الرجالة. سيبني أخرجك من هنا يا تايلز. شكرا جدا يا إمكافي كالية يا سونيك، انتي الأمل الوحيد علشان الرجالة ينجوا. دلوقتي لازم تروح تدور على راش وتنقذ ناكلز. لو قدرت تجيب زمردة تانية من دول هتطور قوتك، وساعتها هتقدر تواجههم. ده اللي هعمله يا تايلز. وكمان ابتديت أتعود على موضوع إني أبقى ست. هروح أدور على الزمردة اللي بعدها. أنا جاي يا راش، جاهزة علشان أخد زمردتك الوردية بتاعة الستات. برافو يا سونيك، أنا مبسوطة قوي إنك بقيت واحدة مننا وبتساعدينا نخلص على كل الرجالة. الاختبار علشان تاخد الزمردة دي صعب جدا، لأنك لازم تطلعي كل الأدوار دي من غير ما تقعي، ولما في الآخر تنجحي هيبقى عندك نوع جديد من القوة النسائية، وهتساعدك تكوني تقريبا متحولة بالكامل. وما تنسيش تيجي تشوفيني لما تجيبيها يا جميلة. أيوة طبعا، أكيد هكون هنا عشان نكمل نضحك على الرجالة والحاجات دي. يلا بينا واحدة واحدة. يا ساتر، حاسس إن الموضوع هيبقى صعب قوي نطلع كل ده. ياه، أنا بدأت أتعب ولسه ما مشيتش غير شوية عربيات. هضطر أستخدم قوتي النسائية على الآخر. يلا، هو أنا عندي القوة دي ليه؟ يلا. واو، إزاي كونك ست بيديك خفة كده؟ بنطة واحدة أقدر أعدي كذا برميل مرة واحدة. يلا. أيوة، مع كده الموضوع هيبقى صعب عليا برضو. لازم أدور على طريقة تانية. أكيد في حاجة أقدر أعملها، خصوصاً وأنا معايا الدرعين الزيادة دول. يلا بينا. أيوة. باستخدام ال4 دراعات بتوعي أقدر أندفع في الهواء، ودلوقتي فعلاً بطلع أسرع بكتير. بس الطريقة دي مش مناسبة لأي حد عنده دوخة أو خوف من الأماكن العالية. أنا بدأت أطلع عالي جداً. يلا. كده عديت أول مرحلة، حلوة قوي. دلوقتي لازم أكمل، وأعتقد لو لازقت في البراميل أقدر أنط أسرع بكتير.
بس لازم أفكر في حاجة تخليني أوصل أسرع. لو لأ الزمردة مش هتكون بتاعتي. طيب استني يا سونيكا، أظن عرفت هعمل إيه. هركز كل طاقتي كست وهجمعها في نطة كبيرة. هحاول أركز أكبر طاقة ممكنة وبكل قوة. النطة دي كست. يلا بينا. واو 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 واو، أنا بطلع لفوق جامد. ده كان رهيب. يعني لو عملتها بسرعة وقوة كفاية أقدر أنط أعلى بكتير. يلا لازم أجمع كل قوة النطة اللي أقدر عليها. شوية كمان، شوية كمان، وهبقى على وشك أوصل. يلا بينا. أيوة أيوة أيوة، يا لهوي على النطة اللي عملتها. دخلت على المستوى الأزرق على طول ولسه بطلع لفوق. أنا عملتها جامد. ودلوقتي بجد آخر نطة. لازم أنط نطة مركزة بكل قوتي وأنا بستخدم إيدي الجديدة كست. انتقالي هيبقى تقريبا اكتمل لو قدرت أعمل كده. يبقى يلا بينا على النطة النهائية من كل النطات. النطة اللي هتوديني على طول لحد الزمردة، أو على الأقل قريب منها. يلا بينا. أيوة 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 أيوة، أنا سريع جدا كده صح. بالسرعة دي مفيش حد يقدر يوقفني. أنا بطلع بسرعة جدا وهوصل. أيوة 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 أيوة، خلاص قربت. فضل لي أطلع شوية كمان بإيدي وبهدوء وبالراحة. ياه لسه مش متعود. وهاخد الزمردة. أيوة يلا بينا، كمان واحدة كمان واحدة، ونجحت. زمردة وردي، قوة نسائية جديدة. دلوقتي وقت أشوف إذا كنت هتحول أخيراً لبنت. اديني قوتك. أوه أيوة، يا سلام يا سلام يا سلام. دلوقتي شعري بيتغير وجسمي كمان، وحاسس إني خلاص قربت أبقى بنت، مع إني لسه مش بالكامل. بس أكيد عندي قوة كفاية أروح أزور راش. وكلنا عارفين بيقولوا إيه، النزول أسهل من الطلوع. أيوة جايلك يا راش، حضر نفسك هتاخد ضربة جامدة. يلا يلا يلا. أيوة خد دي يا راش. الرجالة حينتصروا. مع السلامة يا غبية. ناكلز، قدرتي أطلعك خلاص؟ ده كان رائع يا سونيك أو سونيكا أو أيا كان، شكرا جدا. دلوقتي لازم تروحي على طول لبريز، هي معاها سيلفر وهي من أقوى الشخصيات. اعتبره حصل يا ناكلز، أنا جاية. أنا هنا يا بلايز. زي ما انت شايفة أنا اتغيرت كتير، تقريبا بقيت 6 كاملة. أيوة عملتي شغل ممتاز، وده معناه إن ممكن تكسبي زمردة نسائية تانية. تمام، قوليلي اللي انت عايزاه هعمله بسهولة هولع فيكي. ايه ده؟ ازاي يعني هتولعي فيا؟ أنا عارف إن قوتك النار، بس يا نهار أبيض. احنا الستات قويين جدا ولازم نتحمل حاجات كتير الراجل عمره ما يقدر يتحملها، عشان كده هولع فيكي بكل ناري، ولو قدرتي تتحمليها هديكي الزمردة. بالمناسبة الزمردة دي هتخليكي في الآخر 6 كاملة، يعني المفروض تشكريني. أيوة طبعا يا بلايز، أنا جاهز. جاهزة، جاهزين، جاهزات، جاهزين كلنا. يلا ولع النار وقت ما تحب. كده تمام يا سونيكا، هتشوفي دلوقتي ناري بتعمل ايه. استعدي يا سونيكا، ركزي معايا كويس. طيب نبدأ منين بقى؟ يمكن نبدأ بقذف اللهب. خدي دي. يا سلام يا سلام، انتي فعلا بتستحملي لهب قذف اللهب بتاعي كويس يا سونيكا. انتي قوية جدا زي الستات. دربي دلوقتي كرة نار برضو بتتحمليها، وكمان اللهب. طب ايه رأيك لو ولعتك نار؟ خدي نار. ايوه دي نيران اللي بتحرق، كمان عندي نفس نار. خدي دي يا مشوية. ايوه نار كتير، قتلتك. ايوه يلا يا نهار، خلاص النار خلصت مني. لا باين كده، بس يلا أقدر أتحمل. لازم أعملها، لازم أستحمل النار دي. أقدر أعملها. أيوة ياه، النار اتغلبت عليها تماما. بليز، إيه رأيك في كده؟ يا إلهي كان ده مذهل يا سونيكا، هتبقي واحدة من أقوى الجنود اللي هيساعدونا نخلص على كل الرجالة. أيوة بلاش تحكي لي إشاعات، أنا عايزة زمردتي النسائية. أوه أظن إنه الموضوع نجح كويس دلوقتي.
أخيرا بقية 6 على حق وحقيق. واو، ده شيء مذهل. خلاص بقيتي واحدة مننا. أول حاجة المفروض تعمليها وانتي 6 هو إني أطلق قوتي كست وأديك علقة محترمة. ابعد من طريقي. أيوة، عملية التسلل تمت بنجاح يا سيلفر. إيه رأيك؟ بصراحة ده كان مذهل يا سونيك. أخيرا عملت كل حاجة صح. لازم تروح تنقذ ميتال سونيك، ده كان صاحبنا الجديد، وأكيد معاه زمرد ستات تانية هتقويك أكتر. وده اللي هعمله فعلا يا سيلفرز، ما تقلقش. دلوقتي بعد ما بقيت 6 محدش هيشك فيا، وهجيب آخر زمردة ستات. أيوة، وأخيرا وصلت لغابتك يا إيمي، مع إن الموضوع غريب شوية مش كده؟ يا حبيبتي، ده الطبيعي يا عجلة. دول كل النسخ بتاعتي، ولو عايزة الزمردة اللي معايا اللي هي الأخيرة لازم تهزميهم كلهم. هما بيمثلوا الأوجاع اللي جواكي والشياطين والحاجات الوحشة اللي الست لازم تمر بيها. لو قدرتي تهزميهم كلهم هتبقي 6 بجد. يا سلام يا سلام يا سلام، كنت عارف إني مش هقدر أوصل للنهاية من غير قتال. ماشي، خلوهم يقفوا في طابور، أنا هدمرهم كلهم. يا حبيبتي، مش في طابور، القتال هيكون ضدهم كلهم مرة واحدة. يبقى هدمر دي بسرعة. يلا. صح، لو اتحركت بسرعة هقدر أواجههم واحد واحد. أوه، جات الكبيرة والأقوى. ابعدي عني، سيبيني في حالي. هي بتوجعني جامد. خلاص، بس انتي مش كفاية عشان تهزميني. خدي دي، خلاص. دلوقتي عندي قوة كبيرة، مهما ضربتيني أو حتى لو سببتيني مليانة دم مش هيفرق معايا. دلوقتي أنا بقيت 6 بجد وبقوة زي قوتكم، وكمان عندي كل القوة اللي كانت عندي وأنا راجل. خدي دي وكمان دي. شوفي بقى ازاي هركز قوتي كست وهفرمك. أيوة. يلا خد دي. أيوة، أنا دمرتها، مع إنها تعبتني جامد. دلوقتي لازم أخلع بسرعة قبل ما التانيين يوصلوا. يلا، لو لا هبقى فورتة لو واجهتهم هما الاتنين مع بعض. يا نهار أبيض، الروبوت لحقني. مش مهم تعمل فيا إيه، مش هيكفي عشان توقفني. خلاص. أيوة، عجبك طريقتي في القتال؟ خلاص. أيوة، مش هستسلم حتى لو حاولتي تحرقيني. إحنا الاتنين عندنا قوة كبيرة، بس أقدر أهزمك. لازم أنقذ العالم من اللي الستات ناويين يعملوه. خلاص، الستات والرجالة. لازم نعيش مع بعض. ولو لازم أبقى 6 عشان كده، وأفهم الست وأعرف كل اللي بيمروا بيه، يبقى هعمل كده. خد دي يا روبوت. ولسه مخلصناش، عندي كمان ليك. جرب كرة القوة بتاعتي. أيوة، خد دي. أيوة، جامد، اتدمرت تماما. ما فضليش غير إيمي الأصلية اللي مش عارف هي فين أصلا. بس مهما كان لازم أطلع كل قوتي. أهو كنت مستخبية هنا، ها؟ مش هستسلم ليكي. يلا هوريكي قوة الست اللي عندي دلوقتي. أيوة، فاجأتك؟ ده ولا حاجة، أقدر أعمل أكتر من كده بكتير. اتعلمت أقاتل زي الستات وأعاني زيهم كمان. دلوقتي أقدر أستخدم قوتكم ضدكم عشان أحقق عالم عادل. مفيش حد أعلى من حد، وهعلمكم الدرس ده حتى لو بالطريقة الصعبة. خدي وخدي كمان. أيوة، يلا نخلص على الموضوع ده. أمي، دي قوة الستات. حتى لو فضلتي تلف بيا هدمرك. أيوة، كانت صعبة وكانت معقدة، بس أنا غلبتكم كلكم. دلوقتي يا إيمي، ممكن تديني اللي يخصني؟ أكيد تستحقي يا سونيكا، كنتي رائعة وانتي فعلا 6 بجد. عارفة، كل اللي عدينا بيه وكل اللي تعبنا عشانه كان فعلا حاجة مش معقولة. خد الزمرد ديكي وكوني الست الخارقة اللي معشاقه، تقدروا تسيطروا على العالم. يا عالم من غير رجالة. أكيد طبعا، لعالم تسود فيه المساواة بيننا كلنا. سوبر سونيكا، إيه رأيك في ده يا إيمي؟ أخيرا بقى
عندي كل قوة الستات، وده علشان أحقق التوازن. فلو سمحتي امشي من هنا وما تزعجنيش تاني. مثل سونيكا استغلت الفرصة وطلعت بشكل كويس جدا. دلوقتي قوليلي فين شادو؟ أنا رايح أخلص عليه. هو بيدمر المدينة كلها، لازم توقفه أو توقفها قبل ما يفوت الأوان. دلوقتي احنا بقينا أصحاب. رائع، أنا جاي. لا شيء ولا حد هيوقف قوتي الجديدة. شادويني زي ما تحب تسمي نفسك. أنا جيت لأن الدمار اللي بتعمله كتير قوي. في العالم ده لازم يكون في مساواة بين الرجالة والستات، ما ينفعش حد يكون فوق التاني. وعشان كده أنا تحولت لست، عشان أفهم معاناتكم، عشان أفهم كل اللي كنتوا بتمروا بيه، وفي الآخر أفهم إن الرجالة محتاجين الستات زي ما الستات محتاجين الرجالة. يا نهار اسود، كنت عارف ان حد في الاخر هيبوظ الدنيا ويدي الزمردة للشخص الغلط. انت غلطانة يا سونيكا، دلوقتي انت بقيتي ست ولازم تفهميني اكتر من اي وقت فات. لا يا شادو، انت كمان كنت راجل قبل كده ولازم تفهم اننا متساويين. عشان كده انا بمد لك ايدي. اول حاجة علشان نحقق المساواة ونبني عالم جميل مع بعض. ليه؟ اسكتي يا غبية، انا هخلص عليكي هنا ودلوقتي، مش هتعيشي بعد الضرب اللي هديهولك. ايوه، يبقى انت كده ما سبتليش حل غير اني... فين راحوا؟ شادوينا فين؟ اوه ايه ده؟ انت جايبه القوة دي منين؟ انت واخدة ايه ولا ايه؟ لا، ما كانش عندي وقت حتى افعل قوتي. انا مش سونيكا، انا سوبر سونيكا، وبالقوة دي اقدر اهزمك يا شادو. جرب تيجي ناحيتي وانا حدمرك. خد دي، تعال هنا عشان ارميك. جرب قوة الأنوثة بتاعتي. بتضرب جامد جدا، أخذت هرمونات وحاجات غريبة كتير، خلاص فقدت عقلها. هخليك تفهم إن الستات والرجالة متساويين ولازم نعيش مع بعض. يلا انت فين يا شادو؟ هفهمك الموضوع ده بالذوق أو بالعافية. أيوة، خد دي دلوقتي، استعد عشان نخلص على كل حاجة. وداعا يا شادو، أنا كنت عايز المساواة بس أنتي ما وقفتش معايا. أنا آسف إن الموضوع لازم ينتهي كده، بس هستخدم قوة الستات عشان أحقق المساواة اللي أنت ما كنتش عايزها. خلاص، أيوة، الموضوع ما كانش لازم ينتهي كده يا شادو، بس لازم أعمل الصح والعدل، لأن دلوقتي في العالم ده كلنا هنبقى متساويين بغض النظر عن جنسك أو عرقك أو لون بشرتك أو اهتماماتك أو معتقداتك. كلنا هنعيش مع بعض وسعداء، لأني أنا البنت الجديدة سونيكا هكون البطلة الحامية الحارسة لكل الناس. أيوة،